سوف نتعرف سويا في هذا الدرس على مجموعة من الأوامر الجديدة المندرجة أسفل الأمر Automate. وقد تعرفنا سابقا على الأمر Batch والأمر Create Droplet. والآن سوف نتعرف سويا على الأمر PDF Presentation. ويستخدم هذا الأمر في إنشاء عروض عن طريق ملفات ال PDF Files، وهي الملفات المستخدمة في برنامج الأدوب أكروبات. نقوم بالضغط على الأمر فتظهر لنا النافذة الخاصة به، ومن براوز نقوم باختيار الملفات التي سوف يتم إضافتها لهذا العرض. فمثلا نختار هذه الصورة، ثم نضغط مفتاح كنترول لكي نتمكن من اختيار مجموعة من الصور معا. وبعد اختيار الصور نقوم بالضغط على زر Open فتظهر لنا أسماء الصور كما نرى. وإذا أردنا إضافة مجموعة من الصور المفتوحة إلى هذا العرض نقوم بتحديد الاختيار Add Open Files. كما يمكننا أيضا إعادة ترتيب هذه الصور، وللقيام بذلك نقوم بالضغط والسحب لاسم هذا الملف فيتم ترتيب الصور كما نرى. وبعد الانتهاء من ترتيب الصور ننتقل إلى الجزء الخاص بالOutput Options، ونحدد إما Multi-Pages Document، وفي هذه الحالة سوف يتم إنشاء ملف ال PDF، وكل صورة سوف يتم وضعها في صفحة مستقلة. أما الاختيار Presentation فهو يقوم بإنشاء ملف PDF أيضا، ولكن يقوم بعمل سلايد شو أي عرض لهذه الصور مثل برنامج الباوربوينت مثلا. وبتنشيط الاختيار View PDF After Saving سوف يتم عرض الملف تلقائيا بعد حفظ هذا العرض. ومن Presentation Options نحدد الفترة الزمنية بين كل صورة، ولتكن 3 ثواني. وإذا أردنا استمرار العرض بعد آخر صورة نحدد الاختيار Loop After Last Page. ويتبقى لنا الآن تحديد الترانزيشن أو التأثير الذي سوف يتم وضعه بين كل صورة. نختار الترانزيشن المناسب ثم نضغط Save، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة Save. نحدد المكان الذي نريد لوضع الملف به كما تعلمنا سابقا. وبالضغط على الزر Save تظهر لنا النافذة الخاصة بالPDF Options، ويوجد بها العديد من الخصائص. وأول هذه الخصائص هو تحديد درجة الجودة الخاصة بملفات الصور أو الJPG. نقوم باختيار الدرجة المناسبة، ونجد أيضا العديد من الخصائص الأخرى مثل PDF Security أي تأمين الملف حيث لا يتم فتحه إلا باستخدام كلمة مرور. نقوم بتحديد PDF Security ثم نضغط Security Settings فتظهر لنا نافذة نجد بها الاختيار Password Required to Open Document. وبتحديد هذا الاختيار نجد أن الخانة الخاصة بالباسورد قد أصبحت نشطة كما نرى. نقوم بإضافة كلمة مرور أو باسورد، وهناك مستوى أكبر من الأمان إذا أردنا إضافة باسورد أخرى مختلفة للباسورد الأولى، وذلك لكي نتمكن من إلغاء هذه الباسورد أو تعديلها. وبالضغط على OK تظهر لنا نافذة تطلب منا تأكيد كلمة المرور أو الباسورد. نضغط OK ثم OK مرة أخرى، فنلاحظ قيام البرنامج بفتح الصور التي سوف يتم إضافتها للعرض تلقائيا. وبعد الانتهاء من فتحها يقوم بحفظها بالكامل في ملف PDF فايل. وبعد الانتهاء
يقوم البرنامج بفتح ملف ال PDF تلقائياً على برنامج أدوب أكروبات، حيث أنه البرنامج المسؤول عن قراءة ملفات ال PDF Files. ونلاحظ أيضاً ظهور نافذة خاصة بالباسورد التي قمنا بإضافتها سابقاً. نقوم بكتابة كلمة المرور ثم نضغط OK، فيقوم البرنامج بعرض البرزنتيشن بهذا الشكل. وبالضغط على الزر Escape من لوحة المفاتيح يتم إلغاء البرزنتيشن والعودة مرة أخرى إلى برنامج الأدوب أكروبات بهذا الشكل، ونجد به كل الصور. ونلاحظ أيضا أن البرنامج يقوم بحفظ كل صورة في صفحة مستقلة بهذا الشكل. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.